الحارس دياش جوزيمار. نظن ان كل لاعب راه في المنصب المناسب له في هذا اللقاء. ممتاز. وهنا راح نشوف المردود لكل لاعب. هذا هو، لانه قلت لك اليوم فرصه في لقاءات مثل هذه كل لاعب يوري حتى ولو كما قال مزيان انه داريو الهدف الاول خروج كارثي للحارس جوزيمار، وبن سبعيني رأسية ممتازة يسكن الكرة في شباك الحارس الكاب فيردي جوزيمار دياش. هدف مقابل 0 لصالح المنتخب الوطني الجزائري بعد مرور أكثر من 4 دقائق في الدقيقة الخامسة. نشوفوا أن كيفاش حارس مرمى كما قلت جوزيمار اليوم ما خرجش الكشون. نعاودوا نشوفوا الإعادة كيف كانت كرة سهلة خرج باش يخرج برك كيما نقولوا. وطبعا الحراس عندهم حاجه واحده، يعني يخرج يضرب الكره او يبقى على خط المرمى تاعو. شوف لا كانت فيه سهوله انا في تسجيل الهدف. نظن انه بن سبعيني شوف حتى صعد وحده، صعد وحده دا راسيه سهله. لا هذا لا ينقص من اهميه الهدف بالنسبه للمنتخب الجزائري. هنا ممكن نفسيا يلعب اكثر راحه، ولكن يكمل بجديه. لا نذكروا يلعب جديه. لا حبيت نقول لك انه هذه فرصه اخرى، فرصه للمنتخب تاعنا باش يسهل الامور تاعو فعلا. رايان ايزاك تحصل على تماس لصالح كارلوس تافاريس، يلعب الجهه اليسرى ترجع له تافاريس مع ابراهيمي تفوق عليه، طاوله من زين الدين فرحات ولكن صافره الحكم لصالح المنتخب الوطني الجزائري. طبعا بدايه موفقه، مهم جدا. هنا قلت ما يلعبش لا يتساهل في مع المنتخب الكافيردي، ولكن يلعب بجديه. لا لازم تلعب بجديه. هاي الفرصه هذه فرصه لما تسجل اهداف في بدايه لقاءات مثل هذه راح تسهل لك الامور، يعني ماشي تسهل لك بمعنى التساهل او لا تسهل لك باش تطبق واش انت تريد، يعني واش راك حاب انت. فعلا. والناخب الوطني يطالب باللعب ككتله، البدايه تكون من الخلف اكيد. لا بدايه من الخلف. انا نشوفه منذ بدايه اللقاء فيه خروج بكره ممتاز من الخلف. شوفوا كيف استحواذ على الكره، ما نضيعوش كره سهله فعلا. لا شوفوا انه فيه كره عرضيه لماندي يرجعها الى الخلف للشوشي بدون انتظار طويله للدفاع. لازم في الوقت الملائم نشوفوا انه كيف فريق الجزر الاخضر اليوم تقريبا دخل في اللقاء. تعديل النتيجه بطريقه رائعه جدا من ريكاردو دو خورخي. الكلام اللي قلته يا سي ناصر بويش يعني تحقق على ارضيه الميدان. شفنا كيفاش الفريق تاع الجزر الاخضر دخل في اللقاء عنده 3 دقائق او 4 دقائق دخل في اللقاء كما ينبغي، الاستحواذ على الكره وما فيهش رقابه. كاين كيفاش نقولوا ما فيهش رقابه من وسط الميدان تاعنا. مرتين او 3 مرات يلحق بسهوله. شوفوا كيف بسهوله. شوف كيفاش كانت ممتازه جدا. لا وبعد لما تخلي المهاجم لا تخلي له شوت مراقبه المساحات. الكره يقدر يحطها وين يحب. شو وين راحت كيما نقولوا في شوشي ما يقدر يدير والو. شوف لا الحارس لا ابدا لما تخلي مهاجم اللي عنده شوط البنيه اللي عنده المهاجم هذا تخليه في 20 او 18 متر او 20 متر يعني انتهى خلاص فعلا. اذا هدف مقابل هدف سيداتي ونسي سيداتي بملعب 5 جويلية. هذا اللي كنا نقولوه منذ قليل، ان المنتخب الجزائري الان لازم يلعب حتسهل له الامور، ولكن يلعب بجديه ليس التساهل مع المنتخب المضاد. الفريق الكاب فيردي يلعب فريقه الاول ويحضر لمباريات في بدايه من شهر سبتمبر حتى انهزم في المباراه الاولى امام المنتخب الاوغندي. قوي جدا بارك الله فيك اللي بقى مع المنتخب البصري الى اخر مباراه في كاس العالم. كان في كاس العالم يعني عوده المنتخبات الانجلو افريقيه. لا لوبلين فريق الاوغندي من زمان عنده كره انجلو كما قلت. لا وانت لعبت ضده يعني ضد صعب جدا لانه لاعبين كلهم يجريوا ويلعبوا بحركه كبيره. لكن نشوفوا ان الفريق كيفاش هذا يدخل فريق جزر دخل في اللقاء. هاي انطلاقه على الجهه اليسرى عن طريق نونو ميغويل تضيع له الكره، ثم ابراهيمي يرجع لمساعده يضيعها مباشره في وسط الميدان مع الفيس ماسيدو القائد. ممتاز هذا اللاعب رقم 5
ممتاز يجري بالكره اليسار عنده اليسار. لا يذكرنا بلاعب لعب ببنفيكا هكذا، لعب في باريس سان جيرمان، هو برتغالي يلعب في وسط الميدان، غنذكره بعد قليل. يلا كره في وسط الميدان لصالح المنتخب الوطني مع بن طالب القائد، يوصلها للشافعي بن سبعيني رامي. شوف عودة المنتخب الكاب فيردي في منطقته في منتصف ملعبه، كرة الجهة اليمنى من هناك توصل الى بالخيطر في صراع ثنائي ضيعها وينطلق. شوفوا الان لا شوفوا بالخيطر منذ ضيع شويه ثقه، لا ضيع ثقه الحذري. هاي كره لصالح المنتخب الوطني الجزائري عن طريق محرز، والكره تخرج الى هذه في هذه الكره انا نقدر نشاطرك في هذه الكره وين محرز شويه كثر بشويه بالكره، كان عليه كان يرجع لانه كان صعيب عليه في الثنائيه. كان في لاعبين على الاقل لا في هذه المنطقه هذه صعيب كثير انك تمر في وسط قطعها فرنانديز رقم 4 على العربي السوداني. ممتازة ممتازة. شوف هذيك الفتحة الرائعة جدا، الكرة الأولى في وضعية جيدة برأسية ممتازة في القائم الأيسر البعيد لجوزيمار، هدفان لهدف لصالح المنتخب الجزائري. نشوفوا كيف بونجاح كان في بداية اللقطة هو اللي مد الكرة الإبراهيمية، عاود راح كما نقولوا دار روحه في وضعية ممتازة ورأسية كما ينبغي فعلا. شوف كرة ممتازة أيضا من إبراهيم، هو اللي قام باللقطة، هو اللي كان في البداية والنهاية في النهاية فعلا ممتاز. هاي الوضعية وضعية اللاعب القناص، يعني كنا نتكلموا على الكرات اللي ما وصلتوش. هي الكرة هذه أول كرة كما دارها حطها وين لازم من الحال، يعني كرة هي صعبة على الحراس. لا صعبة على الحراس. الناخب الوطني شرب الماء أولا ثم تشاور مع المساعد، خصو شوية تاي وشوية قلب اللوز بعد النهاية ربما بعد نهاية المباراة. هاي كرة يا محرز يا محرز، من الأحسن محرز يروح بها وحده كما نقولوا، لكن ممكن يمرها لا يروح بها وحده كما نقولوا. لا بونجاح كان في القائم الثاني. يلا كرة لكاب فيردي، انطلاق لفرنانديز لليما الجهة اليمنى امامه. لا ضيع تماما، ضيعها ليما. يصبح 5 لشوشي. الهدف الثاني يعطي فرصة لماجير وللاعبيه لاستعادة الثقة ويعطيها وجه آخر وأحسن وأفضل. كنا تكلمنا أنه الآن ننتظر دائما لازم تلعب بنفس الكيفية، يعني تزيد في الريتم لما لازم تزيد في الريتم. شوفوا كيفاش كرة هذه ممتازة. أو بالخيطر هاي الفرصة ينتظر من هناك عالية ونلعب. لا حتى أنه لا قرار الاختيار أيضا، طلب الكرة في العمق ثم رجع للخلف. يا هو الاول ثم الثاني. جا من بعيد الكرة كانت صعبة. لا هذه صعبة كانت فيش وضعية التسلل. بالعقب ممتازة. إيزاك وجه التصويبة والهدف الثاني والتعديل. شفنا السهولة التعديل لصالح إيزاك. ريكاردو أو ريان يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد كرتين وثلاث تصل إلى شباك الشوشي. قلت منذ قليل أنه الفريق الكاب فيردي صعد، يعني المنطقة الكتلة صعدت شوية وخلقت مشاكل. المنتخب الجزائري يلعب بتساهل وسهولة، خلى الفريق كاب فيردي بهذه الطريقة يسجل هدف التعادل. لا الفريق تاعنا الذي دخل طبارس هو الذي قدم كرة بالعقب كرة ممتازة. نشوف كيف زاد شوية في السرعة وكيف المراقبة. تشوف هنا شوف المساحات. لا الكرة كيفاش في أول مرة داها سهلت له باش يسدد ويسجل هدف، لكن نشوفوا أنه كيف الفريق تاعنا. لماذا؟ لأنه أصبح يلعب ببطء.
الفريق الكاب فيردي طلع كما نقولوا البلوك ايكيب تاعو طلع شويه، الكتله يعني صعدت شويه، الكتله صعدت شويه وزاد شويه في السرعه هذه، لانه واش لعب هو شوف الكره عدم المراقبه. شوف هنا بالعقب كان فيه سرعه على الرواق الايمن وهدف. كرة لصالح المنتخب الجزائري، الآن في وضعية صعبة المنتخب الجزائري. هل ربح مجال سيقوم بالتغييرات أم يخلي اللاعب شوفوا السهولة الفريق يلعب؟ يعني رامي هنا كيفاش ضيع عليها دوك شو وين لحقنا اللعب فردي. نشوف كل واحد يحكم الكرة يمسها 4 مرات 5 مرات. اليوم هاي الإعادة، شوف الإعادة تموقع للمنتخب الجزائري، العودة البطيئة. شوف اللاعب الأول مراقبة الكرة ويمد كرتين يعني لمستين، ولا لاعب كان عليه لمسة أولى لمسة ثانية هدف. احنا اللاعبين تاعنا شوفوا الاخراني فينا يتوشي 4 مرات 5 مرات كره. في كره القدم اليوم ما كاش هذه اللمسه الاولى الثانيه على الثانيه خلاص ما كاش في كره القدم خلاص. حذري من الخطا. الهدف الثالث يا سلام. الهدف الثالث والخطا فادح من شوشي ومن الدفاع. التركيز غائب تماما. لقطه يعني ما يقوموش بها المبتدئين يعني. لا هذه كرة مبتدئين يعني على هذا المستوى. وقبل ذلك ناصر بليش كنا نتكلموا وانت على الاخص على التركيز على الجديه على هاي وين وصلنا فيها يعني. في بعض الاحيان شوف هنا كان لازم يعني بعد الكرة وفقط. علاش لا شوف هو مراقبة الكرة كانت سيئة، الكرة الثانية سيئة ونجاح سيخرج بعد لحظات. سهلت للمهاجم باش شوف هنايا شوف كيفاش دار الكرة مرة لا. لكن كما قلت نتايا في هذه في الفئات الصغرى ما كاش ما لازمش تقوم باخطاء مثل هذه. شوف هذا المستوى مراقبة ولا باس كانت ماشي في محلها في ظهر طبعا. اليوم نشوفوا الان كيفاش اللاعبين وضعوا المنتخب وضعوا روحهم. لا هما لا اللاعبين شوف بين قوسين انا على هذا المستوى لا الوم ابدا المدرب. لا اللاعبين على ارضيه الميدان هم يتحملوا كل المسؤوليه في هذا 100%. لا في مثل هذه الحالات هم اللاعبين لا كما نقولوا ما لازمش الانسان فيها لا كلام فيها. اللاعبين هم المسؤولين على وضعيات مثل هذه. فعلا. ينطلق اللقاء من جديد. 3 أهداف مقابل هدفين لصالح المنتخب الكاب فيردي. مينديس